السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. معاكم سماح احمد، والنهاردة بقى هنعمل مع بعض احلى مخلل الليمون في دقايق، بطريقة سهلة جدا جدا وفي دقايق، مش هياخد مننا اي وقت. اللي ما بتعرفش تعمل مخلل الليمون هتعمله وهي مغمضة عينيها. وممكن كمان نعمله ونخزنه لغاية رمضان، وممكن يقعد معانا سنة، وممكن ناكله بعد أسبوع. هي طريقة سهلة ومفيش أسهل منها، ومش بيكون مر ولا أي حاجة. بس يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ بقى الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم أي حاجة جديدة. يلا بينا يا حبايبي نشوف الطريقة هنعملها ازاي. أول حاجة، أنا جبت الليمون وغسلته بالشكل ده وحطيته في مصفى. أهم حاجة الليمون يكون قشرتها تخينة، ما تكونش ناعمة. ماشي. أنا جبت كيلو ليمون وجبت ربع كيلو وعصرته، يعني حوالي نص كوباية. أنا خدت منه نص كوباية معصورة. وادي الفلفل الأخضر، طبعا لو مش حابين تحطوا فلفل ومش بتحبوا الفلفل الحامي بلاش. وربع كوباية خل. ويلا بينا بقى نروح. المية غليت، هنحط مية في الحلة، وأول ما تغلي نروح نازلين بيها بالليمون زي ما حضراتكم شايفين كده، ونسيبه يغلي على البوتاجاز من 10 ل15 دقيقة، يعني من 10 دقايق لربع ساعة، مش أكتر من كده عشان ما يتهريش. وبرضو نبص عليه، أنا سبته 10 دقايق عشان مش بحبه مستوي قوي. بكمل سواه في المخلل من 10 دقايق لربع ساعة بالظبط. ونطفي عليه ونشطفه كويس كذا مرة، ونسيبه برضو لحد ما يبرد لوحده. وبعد كده بقى نجيب الطبق بتاعنا أو البولة بتاعتنا أو الحلة، وانزل فيها ب3 كوبايات مية. طبعا المية احنا غاليينها قبل كده وسايبينها تبرد خالص. وبعد ما بردت خالص خالص نزلت فيها بقى. كل كوباية مية بنحط لها معلقة ملح كبيرة. كل كوباية مية معلقة ملح كبيرة، ده الملح المظبوط. لو حبيتوا تزودوا نص معلقة أو معلقة عادي، أنا بقول لكم الملح المظبوط. وحطيت معلقة كركم، الكركم بيديله طعم حلو وفي نفس الوقت مادة حافظة. وحطيت معلقة حبة البركة، برضو بتديها طعم جميل جدا. ويجي معلقة كبيرة فلفل مفروم، فلفل أحمر مفروم، حامي أو بارد براحتكم، مفيش مش مشكلة. ممكن تفرموا فلفل أخضر عادي خالص، رومي برضو أو حامي، وممكن تستغنوا عن الخطوة دي خالص. والكركم مش بيغير الطعم، بيدي لون حلو جدا لليمون، ومادة حافظة في نفس الوقت، ومفيد. طبعا احنا بنحب المخلل بس مش هنكتر فيه. وحطيت طبعا أهم حاجة معلقة السكر، ونقلبهم لحد لما السكر والملح وكل المكونات يندمجوا مع بعض ويدوبوا مع بعض. ونقلب كده. انا حطيت على كل معلقة ملح، كل كوباية مية معلقة ملح. ونزلت بقى بربع كوباية خل، حوالي 3 معالق كبار، ونص كوباية ليمون. كده بقى احنا عملنا محلول جميل جدا جدا جدا. نقلب بقى لحد لما كل المكونات تمتزج مع بعض. اللي مش بتعرف تعمل ليمون هتعمله بالطريقة دي وتاكلوه بعد أسبوع. لو حابين بقى تسيبوه مثلا فترة، كذا شهر سنة مثلا، يعني يقعد معاكم. ما نغلوهوش 10 دقايق ولا ربع ساعة، 5 دقايق بالظبط. أول ما المية تغلي نسقط الليمون، وأول ما الليمون يغلي نظبط الساعة على 5 دقايق ونطفي عليه. وبعد كده نقعد نشطفه بمية كذا مرة ونسيبه يبرد براحته، ونعمل الطريقة اللي أنا عاملة بيها دي. واروح جايبة بقى البطرمان بتاعي، يكون مغسول كويس وناشف كويس جدا جدا معقم يعني. ونروح نازلين بقى بالليمون والفلفل زي ما حضراتكم كده شايفين. حطيت معاه كمان فلفل احمر.
احنا بنحب الحاجة مشطشطة. ليمون بقى جنب العدس وجنب الفول وجنب الأكل بيبقى بجد جميل جدا للي بيحبوا المخلل يعني، بس ما نكترش من المخلل برضه. ونزلت بقى بالمحلول اللي احنا عاملينه الجميل ده، بص شكله جميل جدا جدا. وهنزل بقى بفص توم مفروم او فصين توم مفروم، جميل بيدوا طعم حلو جدا. ونكمل بقى، ممكن تحطوا التوم مع المحلول وانتوا بتقلبوه، او مع الليمون تقطعوه قطع صغيرة وتحطوه مع الليمون. اخر حاجة بقى حطيت شوية زيت علشان لو دخله اي شوية هوا ما يحصلش فيه اي عفن. بصوا بقى، اهم حاجة شوية الزيت ده اللي فوق الوش بتبقى مادة عازلة. بصوا بقى الليمون بجد تحفة بجد. بعد اسبوع او بعد 10 ايام افتحي البطرمان وكلي منه، احلى مخلي الليمون. ايه رأيكم؟ تحفة بجد وسهل جدا جدا، طريقة سهلة وسريعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي حاجة جديدة اعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.